كل همنا نتشاف ازاي. شكلنا لازم يبقى جامد وكويس، ونتكسف نقول الحقيقة ان احنا تعبانين او محتاجين وقت عشان نتعافى. اول ما حد يكلمك انا تمام وكويس، وانت ولا تمام ولا كويس. الإنترنت محيط عظيم الإمكانات، لكن السباحة فيه دون بوصلة واعية قد تقودنا إلى الغرق في دوامته. الرقي الحقيقي اليوم لا يكمن في التواجد الدائم على الشبكة، بل في القدرة على الانفصال عنها بإرادة حرة للاتصال بما هو أعمق وأبقى، ذواتنا الحقيقية ومن نحب، واللحظة الراهنة التي نعيشها. بالعراقي انتبه لنفسك. أنا ويام رائدة أعمال من العراق. وبالمصري خد بالك، انا اشرف يحيى رائد اعمال من مصر. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا خد بالك. هو احنا ضيعنا نفسنا فجأة، ولا ضيعنا نفسنا حتة حتة وبقينا نقول مش مشكلة؟ طيب هو ليه اول ما بنقع او تحصل لنا مشكلة كل همنا نتشاف ازاي؟ شكلنا لازم يبقى جامد وكويس، ونتكسف نقول الحقيقة ان احنا تعبانين او محتاجين وقت عشان نتعافى. اول ما حد يكلمك انا تمام وكويس، وانت ولا تمام ولا كويس. طيب لو انت دلوقتي لوحدك ومحدش سامعك او شايفك، هتقول ايه عن نفسك؟ هتقول الحقيقة ولا هتفضل تكمل تمثيل حتى لو كنت لوحدك؟ اخطر كدبة بنكدبها ان احنا بنبقى فاكرين ان احنا صادقين مع نفسنا. هو احنا حقيقيين ولا احنا شخصيات؟ احنا بقينا شاطرين قوي في حاجة واحدة، اننا نبان مش احنا، حد تاني. طيب هو ليه الحقيقة بقت تقيلة قوي على نفسنا؟ عشان الحقيقة بتوجع، ولا خايفين من الحساب اللي بعد الحقيقة ما نقولها والاعتراف؟ لازم في حاجات كده ما ينفعش ان هي تتجمل، لازم تتواجه زي ما هي، لازم نعترف بيها. والاعتراف يعني تغيير، والتغيير يعني وجع، والوجع محدش عايزه دلوقتي. عشان كده الحياة بقت تقيلة، وبقينا نغير مسميات الأمراض والأشياء والعيوب اللي موجودة وعايشة جوانا، ونقول على الكذب شطارة وعلى النصب فهلوة، وبيلعبوها صح ولاد اللذينة، والخيانة حرية، وهروب بقى راحة نفسية، حاجات كتيرة قوي. طيب نسأل نفسنا، هو أنا لما غيرت اسم العيب أو المرض ده كده أنا خفيته؟ مات؟ ولا بقى موجود وعايش في الضلمة وبيكبر كمان؟ احنا خايفين من ايه؟ خايفين نطلع مش زي الصورة اللي احنا رسمناها للناس، ولا خايفين نكتشف ان الصورة اهم من الروح؟ يمكن اول مرة تبقى شجاع لما تعترف انك محتاج تتصلح. واسأل نفسك، هو انا راضي عن نفسي؟ وخد بالك، ربنا بيسمع الكلام اللي ما بيتقالش. مش مطلوب منك انك تبقى مثالي، مطلوب منك انك تبقى حقيقي. السؤال هنا، لو بطلت تمثل هتخسر مين؟ ولو كملت هتفضل انت مين؟